السلام عليكم ورحمة الله. في ناس كتير بتسأل هل كلية الهندسة صعبة ولا لأ؟ يعني لو دخلتها حياتي هتبوظ وهفضل قاعد للمذاكرة بس ولا لأ؟ النهاردة هكلمك بكل صراحة من غير تجميل من غير أي حاجة، من طالب في كلية الهندسة قسم ميكاترونكس في سنة رابعة وخلاص فاضل لي سنة واتخرج، فتقريبا أنا عاصرت كل حاجة موجودة في كلية الهندسة ما عدا مشروع التخرج. فلو أنت ناوي تدخل كلية الهندسة أو أنت حلمك إن أنت تبقى مهندس، فحرفيا لازم تتفرج على الفيديو ده للآخر، لان انا هقول لك كل حاجه هتقابلك في كليه الهندسه. طيب خلينا نبدا من الاول خالص. انت اول يوم ليك في الكليه حرفيا انت بتدخل المدرج تلاقي نفسك قاعد وسط 400 ل 500 شخص، تودع بقى الفصل الصغير اللي كان بيبقى فيه 40 50 واحد وتقول عليهم كتير، فلا انت قاعد وسط دفعه 500 شخص باختلاف طبعا الاقسام اللي هتخشوها بعد سنه الاعدادي. وتنويه برضو ان سنه الاعدادي غالبا هتكون اتلغت على السنه اللي انت داخل فيها. في فعلا جامعات لغوا السنه الاعدادي من كليه الهندسه، فانت وحظك هل هتبقى عندك سنه اعدادي ولا لا. انا عن نفسي كان عندي سنه الاعدادي. سنه الاعدادي هي سنه انت بتاخد فيها كل المواد في شتى المجالات. يعني بتاخد كيمستري، بتاخد فيزيكس، ماس، بتاخد انجينيرنج، دروينج، بتاخد كل حاجه ملهاش علاقه ببعض عشان تاهلك للقسم اللي انت هتخشه. هي تبقى معلومات بيزكس، هي بتبني عندك يعني اساسات لطالب الهندسه، الحاجات اللي لازم تكون عارفها زي الماس، الفيزيكس، الدروينج، الديزاين، حاجات كده لازم تكون عارفها عشان تخش التخصص اللي انت عايز تخش. فانت خلاص دخلت الجامعه ودخلت المدرج بتاعك ولقيت 400 ل 500 شخص حرفيا. يعني مش هقول بقى ان هم من صفوه الثانويه، لان غالبا دلوقتي بقت الدنيا ما بتتقاس كده. لان غالبا الكليات الخاصه دلوقتي بقت هي الاغلب انك بتخشها. لان زي ما احنا عارفين اللي بيحصل في الثانوي، واحنا ده مش موضوعنا دلوقتي، بس ما علينا. تلاقي الدكاترة بيخشوا وبيتكلموا بسرعة وبيدوك بقى معادلات ونظريات وحاجات عمرك ما عرفتها، عمرك ما سمعت عنها أي حاجة. يعني الفيزيكس اللي انت خدتها في تالتة ثانوي، كهربية بقى والحديثة، انت ممكن تاخدها في أول محاضرة بس. طيب انت عدى اليوم الأول وعديت بقى أسبوعين، انت لسه مبسوط انك خلاص حققت حلمك وبقيت يعني باش مهندس قد الدنيا. فبعدها بتبدأ تكتشف الحقيقة. فأنا عن نفسي أنا أول أسبوع في الجامعة كنت فاكر الموضوع بسيط لغاية ما جالي أول assignment. وassignment هنا يعني الواجب اللي أنت بتاخده، بس هو في الكليات اسمه assignment. ف أنا قعدت فيه حرفيا يومين وكان assignment mechanics. فحرفيا mechanics كانت بالنسبة لي معضلة. حرفيا قعدت فيه يومين عقبال ما حليته، فحسيت إن الهندسة مش مكاني حرفيا. فحرفيا ده هيبقى أول كلاش بين توقعاتك والواقع. طيب احنا اتكلمنا عن السنة الإعدادي، دلوقتي هكلمك عن المواد بشكل عام في كلية الهندسة بتبقى عاملة ازاي. الهندسة هي مش مادة أو اتنين، يعني في ناس بتحصر الهندسة في الفيزيكس والماس بس. حرفيا انت هتتصدم دلوقتي. انت عندك بغض النظر عن المجالات اللي انت بتاخدها، فانت لازم تكون عندك أساسيات قوية في الفيزيكس، في الماس، في الديزاين، في الكتريك سيركتس، بعيدا طبعا عن مدني أو عمارة. ف انت بيبقى ليك علاقه بحاجات كتير زي البروجرامنج برضو، لان في ناس برضو بتبعد هندسه عن البروجرامنج وفاكرين البروجرامنج ليه علاقه بس بكليات ذكاء اصطناعي او حاسبات ومعلومات. احنا حرفيا بروجرامنج بناخده في كل حاجه. كده خلصنا الجزئيه بتاعت المواد. انت عندك المواد متشعبه جدا وكل قسم ليه مواده وكل قسم ليه اللي هو الطريق بتاعه، بس دي الاساسيات اللي انت لازم تبقى عندك. فكده خلصنا المواد. نخش بقى في المذاكره. المذاكرة هي حرفيا مش كفاية عشان تتقدم في هندسة وتتخرج وتطلع بجي بي كويس. انت لازم تطبق وتشتغل بإيدك. الهندسة هي كلية عملية أكتر ما هي كلية نظرية. انت لازم تفهم ان انت هتشتغل بإيدك، هتنجح في كل المواد وهتبقى مهندس شاطر ومطلوب في سوق العمل. هديك مثالين. دلوقتي عندنا مثلا أنس جي بي بتاعه 3.5، وشخص بيذاكر جدا وشخص يعني ما بيسيبش الكتاب بس ما بيطبقش بإيده. وعندنا أحمد، شخص يعني مذاكرته متوسطة، الجي بي اي بتاعه مثلا 2.5 ل3، وشغال بإيده وبياخد كورسات وبينزل تدريبات عملي، وحرفيا بينزل في أي حاجة يشتغل فيها بإيده وبيشتغل. أنا كصاحب شركة لما أشوف أنا عايز موظف، فأنا هختبر ده وهختبر ده، بشوف أنت هتعرف تعمل إيه، هتعرف تشتغل بإيدك؟ لا. فالجي بي اي الأربعة أو ال3.5 اللي أنت جايبهم مش هيفيدوني بأي حاجة. خد أحمد اللي هو الجي بي اي بتاعه 2.5، هو جي بي اي متوسط،
فهاخده وهلاقيه برضو شغال بايده، فحرفيا هو هيفيدني اكتر، فده اللي هديله المرتب وده اللي هدفع له فلوس، لان حرفيا احنا في زمن محدش بيدفع فلوس لحد مش هيفيده. انا ليه بقول لك ان كليه الهندسه هي كليه عمليه؟ لان انت عندك اغلب المواد بيبقى ليها حاجه اسمها لابس او معامل، فلازم تشتغل بايدك على الدوائر الكهربائيه او المواتير او اي حاجه، او حتى البروجرامز اللي انت بتاخدها زي سوليد وورك او زي اوتوكاد. هنيجي بقى لأهم حاجة في كلية الهندسة، وهي البروجيكتس والتسليمات. من أكتر الحاجات اللي بتخلي الطلبة بتقول على كلية الهندسة هي صعبة هي البروجيكتس أو التسليمات اللي بتطلب منهم كتير جدا في كلية الهندسة. فتخيل بيكون مطلوب منك إنك تسلم تقرير 50 ورقة، ويكون معاك كود شغال، كود برمجي، ومعاه رسومات هندسية. فالناس اللي مثلا في قسم عمارة فهم حرفيا بيرسموا ليل نهار، والرسم ده من يعني هو مادة سهلة جدا. أنا جبت في مثلا انجين دروينج 1 جبت فيها A+، والدروينج 2 جبت فيها A. هي حرفيا أنت لو بتحب الرسم هتستمتع جدا بالمادة دي. فهي حرفيا الناس اللي بتحب الرسم، فأنت عادي أنت مثلا لو أنت شايف كاريرك في مدني فخش مدني عادي. الرسم مش معضلة زي ما الناس بتتكلم عنه. المشكلة الكبيرة في البروجيكتس هي الضغط اللي بتحط عليك، ان انت بيبقى محكوم بوقت وديدلاين معين، فحرفيا انت ممكن تنهار نفسيا بسبب ان انت مش قادر تلحق او تواكب زمايلك في الدفعة، الناس اللي تلاقيها مثلا مخلصة، فانت بتحط عليك ستريس كبير قوي. فهي دي من أسوأ حاجات اللي ممكن تقابلك في هندسة، ان انت مش مواكب الناس اللي حواليك. لازم تكون شغال على نفسك كويس، واي بروجكت تاخده لازم تبحث فيه وتدور، فانت مش هتستفاد اي حاجه اصلا من الدكاتره هيدوها لك من الريفرنس او الحاجات دي. لا، انت لازم تبحث، لازم تدور على كل حاجه، لان معظم الدكاتره كانوا بيقولوا لنا في المحاضرات ان هو ما ينفعش يشرح لك كل حاجه، وهو مش لازم او مش مجبر ان هو يشرح لك كل حاجه، هو بس بيديك الاساسيات اللي موجوده في مثلا الشابتر اللي انت بتاخده. وانت مهمتك كطالب كليه الهندسه انك تروح تدور وتروح تعمل الريسيرش بتاعك وتذاكر من عندك. يعني احنا عندناش كتب في هندسه ان انت مثلا تاخدها من كليه وتذاكر فيها، لا. انا نادرا لما قابلت دكتور بيبقى عامل كتاب، هو بيشرح لك من الريفرنس الاصلي اللي هو العالم من العلماء عمله. فالبروجيكتس دي اصلا مش بس امتحان للمعلومه اللي عندك، هي اختبار كبير جدا للصبر اللي عندك وتنظيمك لوقتك. هنيجي بقى لنقطه مهمه جدا وهتفرق في دخولك الكليه، وهي الاسترس اللي بيحصل عليك وانت كطالب كليه هندسه. الهندسه هي مش مجرد كليه، هي لايف ستايل، انت حرفيا بتغير نمط حياتك بالكامل. يعني انت ممكن في اغلب الاوقات انت هتلاقي نفسك مش قادر تخرج كتير، مش قادر تشوف صحابك، مش قادر تنزل من البيت عشان مضغوط. غالبا هتلاقي نومك بيتلخبط، ساعات بتسهر للصبح عشان تخلص بروجكت او تخلص اساينمنت. فمن تجربتي حسيت كتير ان انا لوحدي، كل واحد مشغول في حاله، فاللي مش هيعرف يدير وقته فحرفيا ممكن ينهار في كليه الهندسه وما يقدرش يكمل. وانا قابلت ناس كتير ما قدرتش تكمل في كليه الهندسه لانها انهارت من الضغط اللي كان موجود عليها. بس حرفيا الكليه بتعلمك قيمه الوقت، وبتخليك تعرف مين حرفيا الصديق الحقيقي اللي ممكن تكمل معاه حياتك بعد حتى الكليه. في ناس كتير هتستغرب من الكلام اللي انا بقوله، بس من انت مثلا لو تعرفت على 100 واحد في كليه الهندسه، منهم 10 بس اللي هتكمل معاهم صحاب، ومنهم 2 أو 3 اللي هتلاقيهم ناس مفيده فعلا لحياتك. فلازم اهم حاجه انك تختار الناس اللي حواليك في كليه الهندسه بالذات. لازم تختار ناس بتشتغل، ناس مش قصدي انها بتشتغل مثلا عشان تصرف على نفسها، كل واحد يعني حر في حياته، بس قصدي ناس تشتغل على نفسها في الكارير بتاع هندسه. فانت لازم تحيط نفسك بالناس دي. بص، انا حاسس بيك انك بعد ما سمعت كل ده انت حرفيا كرهت كليه الهندسه وحسيت ان خلاص لا، يعني مش داخل كليه الهندسه. بس هنيجي بقى لموضوع مهم، وهل هي فعلا تستاهل ولا لا. الحقيقه ان كليه الهندسه بعد كل اللي انا قلته لك ده هي تستاهل. فليه هي تستاهل؟ لانها بتعلمك ازاي تفكر بطريقه مختلفه. حرفيا كل دكاتره هندسه هيقولوا لك جمله واحده بس: انت كمهندس شغلتك حاجه واحده بس، انك بروبلم سولفر، يعني انت حلال مشاكل. انت حرفيا بتحل مشاكل مش بتحل مسائل. هي حرفيا بتفتح لك مجالات كتير سواء جوه هندسه او بره هندسه، لان مش كل اللي بيتخرج من كليه الهندسه بيشتغل في الهندسه، بعد هندسه بيلاقوا نفسهم في حاجات تانية. بس حرفيا لولا انه دخل الهندسه ما كانش هيتميز في المجال اللي هو فيه دلوقتي.
وياما شفت ناس كتير جدا كانت مجالاتها او كليتها هي كليه الهندسه، وطلعوا ابداوا في مجالات تانية ملهاش علاقه بالهندسه، وده عشان اتبنى عنده عقليه المهندس اللي هو بروبلم سولفر. يعني ما بيقفش عند المشكله وبس، هو بيقف المشكله، يشوف ابعادها، وكمان يفكر في حلولها ويلاقي لها حل. فحرفيا انت دي العقليه اللي بتتبني عندك من اول يوم تدخل فيها كليه الهندسه. فالهندسه بتديك حتى مكانه اجتماعيه كويسه، يعني مع احترامي لجميع الكليات اللي موجوده، لان مفيش كليه افضل من كليه، ومفيش مصطلح اسمه كليه القمه. فالهندسه هتديك برستيج، هتديك مكانه اجتماعيه كويسه. الهندسه هي مش مجرد شهاده، هي حرفيا طريقه تفكير واسلوب حياه تاني خالص مختلف عن اللي انت كنت عايش فيه. فانت لو داخل كليه الهندسه استعد انك هتغير حرفيا شخصيتك بالكامل. فنيجي للخلاصة، هل كلية الهندسة صعبة؟ هي ولا. لما انت تكون انت مش في دماغك وداخل كلية الهندسة عشان مجرد اللقب ومهندس، وحرفيا انت مش هتاخده في الاخر، انت يعني مش هتكمل، لان كل ما هتتعمق في هندسة هتلاقي الموضوع اصعب عليك، اما مش هتشتغل في هندسة اساسا، فمحدش هيقول لك يا باشمهندس. ولا، مش صعبة لو انت ذاكرت، لو انت اهتميت بهندسة، لو انت طورت من نفسك. وده اللي المفروض يحصل في السنين الجامعية في أي كلية عموما، لازم تطور من نفسك عشان سوق العمل مش مكان للناس الضعيفة. فالهندسة ما بتطلبش منك إنك تبقى عبقري، هي بتطلب منك إنك تبقى صبور، تبقى ملتزم، تبقى بتذاكر أول بأول، وتبقى بتحب إنك تطور من نفسك. ففكر كويس قبل ما تدخل كلية الهندسة، لأنك لو دخلتها غصب عنك فحرفيا هتنهار، ولو دخلتها بإرادة هتبقى من أحلى التجارب اللي جربتها في حياتك. ولو في حد منكم طالب كلية الهندسة شاركنا قصتك في كلية الهندسة، ولو حد فيكم برضو حابب يخش كلية الهندسة يعني يكتب في الكومنتس، وإن شاء الله يكون الفيديو ده حببك أكتر في هندسة وعرفك أنت هتشتغل إزاي في هندسة. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، واستنى فيديوهات زي دي كتير، وما تنساش تدعم القناة يا عم، وخلاص. يلا سلام.